فيديو كنت بتقول فيه رأيك عن كابتن حسام حسن وهو يحمل علم فلسطين. صحيح. فهل شايف ان الرياضة ليها علاقة بالسياسة؟ طبعا هي السياسة موجودة في كل شيء، واحنا ال3 سنين اللي فاتوا الغشاوة كده اتشالت من على عينينا، وفهمنا وشفنا ازاي المؤسسات الدولية التي تروج دائما لقيم العدل والمساواة في الحقيقة القيم دي بتطبق على الغير، ما بتطبقش علينا احنا. فانا لما كابتن حسام يرفع علامة لا للتعصب، فيبقى الرد انه ياخد كارت اصفر وكأنه بيعاقب على الشكوى. ده بالنسبة لي ملخص ما حدث في غزة ال3 سنين اللي فاتوا. هو ده بالظبط. ما بقولش ان ده السبب الوحيد للخسارة، وما بقولش ان هي دي الشماعة. لا، لازم نتعلم ولازم نتحسن ولازم نستفيد من اللي حصل، بس في نفس الوقت ما ينفعش ننكر ان في درجة من درجات الانحياز. العالم ده فيه قوة بتحكمه، والقوة دي اللي بتضع القوانين وهي اللي بتنفذ القوانين، وبالتالي القوانين احنا لا نحظى بأي نوع من انواع المساواة امامها، من اول محكمة العدل الدولية لحد الاتحاد الدولي لكرة القدم. ده مش معناه ان هم اشرار، بس معناه ان القانون الميزان بتاعه مش بيوزن بمقاس واحد هنا وهنا.